الاهلي لازم يكسب بورتو، وده مش عشان نصعد لكن عشان الجمهور اللي سافر وراك قارات عشان يشوفك وانت بتلعب كورة، مش وانت بتقدم العبثيات اللي شفناها. فتعال نفكر الاهلي المفروض يعمل ايه عشان ما يطلعش حصاد المجموعة. طب هل بورتو فريق سيء اتعادل مع بالميراس وخسر من انتر ميامي؟ هقولك لا، على الاقل بورتو اتعامل مع بالميراس افضل ما احنا اتعاملنا معاها، وده بالرغم من ان الاهلي كان ماسك كورة الشوط الاول لكن قدمنا شوط تاني كارثي بالمعنى الحرفي. وده نفس سيناريو ماتش انتر ميامي، بنلعب شوط اول بنقدم كل حاجة، بنمسك كورة، بنوصل للجون، بنصنع لعب، لكن ما بتسجلش اهداف. فانت عملت اداء عظيم لكن ما زالت النتيجة 0-0، فاذا انت ما عملتش اي حاجة. يا جماعة احنا لعبنا ماتشين ما سجلناش ولا هدف غير الجون اللي دخلناه في نفسنا. ده شيء يحزن والله. سيبك من الصعود خالص دلوقتي، احنا لو ما سجلناش في ماتش بورتو هنخرج من دور المجموعات بدون ولا هدف. انت متخيل؟ فلو سمحت بعد اذنكم سجلوا اهداف. خلي بالك ان اصابة امام عاشور هي ليها عامل كبير قوي في اللي احنا فيه دلوقتي. امام احنا خسرنا اكتر من نص قوتنا الهجومية بغيابه، كان اكتر لاعب عنده ايجابية على المرمى وكله بالارقام، اكتر حد بيروح على الجون، اكتر حد بيسجل من بره ال 18، اكتر حد عنده حلول هجومية. تاني حاجة هتفرق قوي مع الاهلي هي ان ريفيرو يغير خطة الاربعة 3-3 ويلعب بالتلاتة 5-2، لان احنا ما عندناش باكات يعتمد عليهم في ماتشات زي دي، وده شفناه الماتشات اللي فاتوا. بجد النقطة دي هتفرق قوي مع الاهلي عشان هنستغنى عن لعيبة بيضروا الفرقة اكتر ما بيفيدوها، ده مع كامل احترامي طبعا. وبعدين انا عايزه افهم هو فين اليو ديانج؟ يعني احنا جبنا الراجل عشان يلعب ماتشات كاس العالم للانديه، لعبنا ماتشين منهم فرقه قوتها كلها على اللياقه البدنيه والالتحامات وديانج قاعد على الدكه. تالت حاجة والأخيرة، أنا مش هقدر ألوم على ريبيرو لأنه بقاله شهر واحد في النادي، بلس إني أصلا أعتقد إنه ما عندوش الخبرة الكافية للماتشات اللي زي دي. لكن لازم الجهاز الفني كله يتصرف ويعمل تبديلات الشوط التاني افضل من اللي احنا بنشوفه، لان زي ما كلنا عارفين الشوط التاني ده شوط مدربين، واحنا لو ما كناش قدمنا الاداء الكارثي الشوط التاني في الماتشين اللي فاتوا كان زماننا صعدنا من زمان. ويا ريت اللعيبه تنزل تلعب كوره تجيب اخرها في الملعب وتحاول تطلع من الماتش باكبر نتيجه ممكنه سواء هنصعد او لا، لان والله احنا قادرين نكسب بس احنا بنضيع المكسب من ايدينا باخطاء ساذجه جدا مش المفروض تطلع من لعيبه موجوده في نادي كبير زي النادي الاهلي. انا خلصت ومستنيه رايكم في الكومنت، وللي ما يعرفنيش فانا جنى وائل بنت الاهلي وبس كده.